الحكم المصري محمد عادل طلع لنا بقانون جديد اسمه قانون الاحتواء، غير القانون بتاع كرة القدم اللي احنا عارفينه واللي هو درسه واللي المفروض هو حكم بيطبقه في الملعب. اسمعوا كده. بعض اللعيبه ابتدت تخرج عن السيطره اه بسبب ارتفاع النتيجه، من غير ما اقول اسماء بس علشان دي لعيبه انا بحبها يعني. خلاص انت عاجبك النتيجه كده، انت عشان اسمك هيتكتب في التاريخ بالنتيجه دي. حاجه من الاثنين، يا اما تتعامل بالقانون بنص القانون وتدي اللعيب انذار في طرد ويبقى المباراه باظت، يا اما تاخد اللعيب تحتوي غضب. حاجه من الاثنين، يا اما تمشي بالقانون واللعيب اللي اتكلم تديله انذار وفي خلال 5 دقائق هتلاقي نفسك انت واربع 5 لعيبه في الملعب، يا اما تحتوي غضب اللعيبه. طب دي. سؤال، اتفضل. اي حد بيتفرج عليه يقول لك لا يا كابتن عادل انت بتمشي بالقانون. يا فندم انا قلت لطاقم التحكيم نحتوي لاعبي فريق كذا. حلو، انت اللي هو كان الزمالك ساعتها. فاسمه محمد عادل احتواء لان هو طبق قانون جديد، والقانون ده اسمه قانون ام حنان. فهو بدل ما يدي انذارات بيدي احتواء، يحتوي اللعيبه، وقال للمساعدين بتوعه احتووا لعيبه نادي الزمالك. ده انت المفروض يعملوا لك تمثال في مدخل نادي الزمالك.